النهارده هجرب معاكم لاول مره الحلوى العمانيه. الحقيقه انا لسه هفتحها قدامكم دلوقتي، هي جايه متغلفه كويس جدا كده. هنفتحها سوا. نشيل الاسترتش اللي عليها ده ونشوف هي من جواها طعمها مميز فعلا، تستاهل الضجه اللي معموله عليها ولا عاديه. يعني لسه مش عارفه الحقيقه، اول مره اجربها معاكم. شيل البلاستيك بس من عليها. بصوا اصلا يا جماعه عايزه اوريكم، استنى عشان ما اطولش عليكم اشيل بلاستيك. بصوا يا جماعه، بصوا الشياكه اصلا بتاعه العبوه بتاعته او الطبق اللي متقدمه فيه، تحفه فنيه. بصوا شايفينها، يعني هي لوحدها تحفه. بصوا بقى من جوه شكلها عامل ازاي. المفروض ان هي بالزعفران وعليها حاجه على الوش، انا مش عارفه هي ايه الحقيقه. هندوقها مع بعض، وهي لونها احمر غامق بني، واضح ان فيها مكسرات من جوه، لسه هنكتشفها سوا. تعالوا ندوق بقى مع بعض ونشوف هي ايه نظامها. بسم الله. بصوا هي بتطلع زي ما تكون ملبن كده، يعني حاسه بقوامها قوام الملبن، بس هم عاملينها قطعه واحده. بسم الله. هي طعمها طبعا مسكر، وفي طعم الزعفران باين كده، حتى فيه هي حبوب زعفران ورق. بصوا في ورق زعفران محطوط على الوش، وفي مكسرات جوه وفي سمسم اللي على الوش ده، مش عارفه هو ايه، استنوا. هو تقريبا لوز مبشور، لوز مبشور وزعفران على الوش، وفي مكسرات من جوه. هو طعمه فيه من الملبن، بس فيه طعم الزعفران باين قوي. حلو ولا وحش مش عارفه، مش عارفه اقول لكم ايه، بس يعني انا عن نفسي ما استصغتوش قوي الحقيقه. مش عارفه، محبتوش. يمكن لما اجرب مره تانية يعجبني. عارفين اللقمه دي احلى من اللي قبلها. واضح ان انت ممكن المفروض تاخد منه اكتر من مره عشان تتعود عليه. هو عايز تعود، بس هو مختلف عن اي حاجه دقتها قبل كده، يعني هو مش شبه اي حاجه. لو عايزين تجربوها مش عارفه تجربوها ازاي الحقيقه، بس يعني مش لازم، انا جربتها بدلكم. بس انا اكتر من الحلوى اللي جوه عاجبني الباكج بتاعه بصراحه. البسكوت ده برضو المفروض ان هو بسكوت عماني اسمه جلوكوز، باللبن والعسل، ميلك اند هاني بسكتس. تعالوا نفتحه ونشوف. بصوا خد واحده بقى مش مكسوره، بس شكلها عامل ازاي. تعالوا ندوقه. ده حلو، ده بسكوت حلو، بسكوت بالعسل واللبن، معمول حلو ولذيذ. بس عايزه اقول لكم ان في شبه هنا في مصر برضو عادي، مش هيفوتكم كتير. بس كده جربت معاكم الحلوى العمانيه والبسكوت بالعسل واللبن، ودي كانت حلقتنا النهارده. يلا باي باي.